مرحبا. مرحبا اخواتي. اليوم بدنا نوصل رسالة للدنيا كلها عن الشعب السوري، عن الخليج تحديدا، عن الخليج الخاينين. طبعا كل الخليج على راسي، في ملكن اوادم ولاد حلال كتير، بس خسيسين ملكن قليلين، قليلين الحياة ملكن في كتير كمان. بس هالرسالة للقليلين الحياة الخليجيين، اللي عم يتكابروا ولا عم يحكوا على الشعب السوري، ولا عم يقولوا على الشعب السوري فقير وشحيد وشحاط وما الحكي. يا اخي الكويتي، ما بدي اقول لك يا سر مايكل الكويتي، يا اخي الكويتي، هو اللجوء، هو اللجوء، ما لجوء فقر ولا لجوء شحيدة، هو لجوء حرب. بس حابب اوصل لك الرسالة يا الخليجي اللي يحتاج على الشعب السوري الفقير. نسيتوا انتو لما الكويتيين مثلك ومثل امثالك لما تجي على سوريا تبوا المصاري على الوسخين، على الكازينوهات وعلى الكباريهات؟ نسيتوا؟ نسيتوا لما انتوا تجوا على سوريا تبوسوا تعشقوا ربنا سوريا؟ هلا صارت سوريا، صار الشعب السوري شحات، هلا صارت سوريا فقيرة. انا على الحكي هذا اللي عم بحكيه من حلقة قلبي، وعلى الحكي اللي عم بحكيه للكويتيين مثلك ومثل امثالك. لما انت عم تقولوا يا عرب على الاوروبيين، علمتونا على الاوروبيين، انتوا علمتونا على الاوروبيين قالوا كفار بيقتلوا الاسلام وبيقتلوا. لا، الحكي هي دولة واحدة يهودية، اسرائيل، معروفة مين؟ اسرائيل. اما المانيا وبلجيكا وهولندا وهدول المحلات عندهم انسانية ورحمة، عندهم انسانية ورحمة للطفل، عندهم رحمة للمرأة للرجال للدنيا كلها. انتو لو اسلام كنتوا ورجيتونا الرحمة والانسانية، بدل ما خليتونا نسافر على هدول البلاد، كنتوا جبتونا على عدتوا، فتحتوا بيوتكم، فتحتوا بوابتوا لنا. ما مثل نحن يوم اللي صار حرب باللبنان، احتلنا لا شو نعمل مع الشعب اللبناني او الشعب العراقي؟ نحن شعب فلسطين صار معه الاقامة والجنسية، صار عنده بيوت. واخر شي هيك يصير بالشعب السوري؟ حرام والله حرام.